السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في اطار العصائر الاقتصاديه واللي كتعطينا كميه كثيره. اختي حنا خدامين غير ب5 يطرو اللي كيقولوا الماء والزغاريت. هذا الفيديو ماشي ديالكم اليوم، ان شاء الله غادي نقدم لكم بارده الوجديه، مشروب بالمذاق ديال الحامض اللي معروف بزاف عند الناس ديال وجده ومعتمدينه حتى التريتور كيقدموه في الحفلات والافراح ديالهم. خليكم معايا نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. العنصر الاساسي في هذا العصير هو 4 يطرو ديال الماء. انا غنصايب الكميه ديال 5 يطرو ديال العصير، عندي 4 يطرو ديال الماء واطرو د الحليب. من الاحسن ناخذوا الحليب كامل الدسم، ما كاينش ديروا غير الحليب عادي، ولكن من الاحسن يكون كامل الدسم، كيعطي واحد المذاق زوين وتيجي العصير ديالنا بنين. غادي ناخذوا هذا الماء هذا اللي كنت مبيته في الثلاجه هو والحليب، اللي نخويه هكا في واحد البول ولا كاسرونه كبيره ولا برما اللي كان. المهم الحاجه فاش غنخلط تكون شي شويه غارقه باش نحرك على خاطري. غادي نخلطو مع اطرو ديال الحليب حتى هو كيكون بايت في الثلاجه، يعني الماء والحليب عندهم نفس درجه الحراره، ما يكونش واحد بارد واحد سخون، غادي تقطع الحليب وما غاديش يجي العصير ديالكم زوين. بعد ما خلطت الحليب مع الماء غادي نضيف نص كيلو ديال سنيده، تكون بالعبار نص كيلو ديال سنيده كتجيكم في 5 يطرو هي هذيك. يعني بغيتو ديروا غير نص المقادير غتقسموا كلشي على جوج. غادي نخلطو مزيان من بعد باش نتحصلوا على داك اللون ديال الحامض والمذاق ديال الحامض. غادي ناخذوا النكهه ديال الحامض هذه اللي كتباع حتى هي عند صحاب الحلويات اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات ب5 دراهم كتباع هاد الطويسه هذه. غادي ناخذ جوج، غادي نزيدهم، يعني كيجي المذاق هو هذاك. يعني 5 يطرو كيخصني ضروري ندير جوج، كل طويسه تقريبا فيها معلقه ونص، يعني في المجموع 3 المعالق ديال النكهه ديال الحامض، فيها نكهه وفي نفس الوقت ملون. غادي نخلط مزيان، هاد المرحله مهمه، خص تخلط مزيان باش داك الملون والنكهه يتجانسوا مزيان مع الحليب. هنا باش نبقاو في اطار ديال الحامض وتبقى ديك الحموضه، خديت معلقه كبيره ديال سنيده الحامضه وخديت عصير ديال الحامضه وحده. ها نتوما الا ما عندكمش الحامض بغيتو ديروا غير السنيده الحامضه غادي ديروا 2 معالق كبار السنيده الحامضه. فهمتوني يا البنات؟ وإلا عندكم الحامض وعندكم سنيده الحامضه غديروا معلقه كبيره ديال سنيده الحامضه وغادي تعصروا واحد الحامضه وتصفيوها وتزيدوها في هذا الخليط هذا. وانتم كتحركوا دائما اي حاجه زدتوها حركوا باش هكا الحليب ديالكم ما يتقطعش. كنعرفوا الحموضه مع الحليب راه كيتقطع، ما غاديش يتقطع لكم الا كان الحليب بارد ولا ما بارد. ما تخافوش وسبقوا السكر في المقادير، سبقوا السكر هو الاول حتى تذوبوه، عاد ضيفوا سنيده الحامضه والحامض والملون والنكهه ديال الحامض. صافي هنايا كنخلط مزيان حتى كنشوف الكشكوشه طلعت في العصير وكنكبو في 5 يطرو اختي. تحيه 5 يطرو. الاولى البنات ديال الليمون، كاينين البنات اللي كيقولوا لي راه جانا مر شي شويه، غير الا ما احترمتوش المقادير ولا الكميه ديال الماء اللي خصها تكون. احترموا الكميه ديال الماء اللي هي 6 يطرو ديال الماء، ما غاديش يجيكم مر نهائيا. راه حنا شربناه البنات ودائما معتمداه كنديروا بزاف، كنقدموه بهذه الطريقه هذه. كنعرفوا بلي الحامض كيجي بزاف مع النعناع، وزينت هكا بطريفه ديال الحامض. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، راه غزال 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 بزاف. ما تنساونيش من البارطاج للفيديو، ما تنساونيش من لايكاتكم، لا يخطيكم عليا. السلام عليكم، الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.